ازيكم عاملين ايه؟ نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الليمون طبعا متوفر دلوقتي في السوق بكمية رهيبة. يلا نجيب ليمون ونخلله. انا هنا جبت 2 كيلو ونص ليمون عشان اكل منه بعد 10 ايام بالظبط. جبت خدت الليمون غسلته الاول ونضفته كويس، وبعد كده حطيته في المية وحطيته على النار. وبعد ما اتسلق معايا، انا مش بسويه جامد يا جماعة ولا بهريه ولا بسيبه ني، يعني بسويه النص كده. هجيب الخلطة بتاعت الليمون المخلل. هنا مية دافية، بس لقيت المية سخنة جدا، اضطريت ان انا اضيف عليها مية باردة عشان تدفي معايا، تبقى المية دافية بس استحملها على ايدي. هنا معايا جزرتين مبشورين، ومعايا شطة حمرا، ومعايا عصفر، ومعايا حبة البركة. خدتهم في المية كده، حطيتهم في المية. وفي وصفتنا الأساسية حبة كركم. هنا يا جماعة المفروض كنت احط حبة سكر قدام الكاميرا، بس الكاميرا ما جابتش وانا بحط حبة السكر للمية. هنا بتحطي 3 معالق ملح، ده للتر المية 3 معالق ملح. طبعا هو البرطمان بتاعي ما يكفاش لتر مية بس. فهنا جبت بقى، بقيت ارص فلفل وارص الليمون، سهل جدا. وارص فلفل وارص ليمون. والله بعد 10 ايام بتاكلي احلى ليمون مخلل، وتحسيه ان هو زي الليمون المعصفر، بس هو مش معصفر خالص. هنا بدأت احط الليمون كله والفلفل، حراق بارد زي ما تحبي. طبعا انا عملته وصورته ونزلته على طول، لسه ما فتحتش عليه. صلوا على النبي. هنا هبدأ اجيب الميكس اللي انا عملته ده، الجزر بالشطة بالعصفر بحبة البركة بالمية بالكركم بالملح. اهم حاجة حبة السكر زي ما قلتلكم، ان المية ما كانتش كفت، فاضطريت ازود مية تاني بملح، لازم مية بملح تاني. كنت بحاول انزل الفلفل بس لقيته مش راضي ينزل، فسبته. هبدأ ارش حبة زيت كده على الوش، وهجيب الغطا بتاعي اهو، هحط فيه كيس تلاجة، واقفل البرطمان كويس، وما افتحش عليه الا بعد 10 ايام. وان شاء الله بعد 10 ايام يطلع معاكي احلى مخلل ليمون ممكن تاكلي منه. هستنى كومنتاتكم ولايكاتكم الحلوة طبعا، ما تبخلوش عليا، والاشتراك بتاعكم. مع السلامة.